يا بنات، تعالوا ما اقول لكم انا كلت اكله عند حماتي جميله جميله جميله. تعالوا اقول لكم تعملوها ازاي. انا عملتها بصراحه، جوزي فرح بيها. تعالوا اقول لكم عشان حماتك تفرح بيها. ماشي، اعمليها بنفس الطريقه دي، حماتك هتقول لك شاطره ولهلوبه، وجوزك يفرح بيكي، وكل اهل جوزك يقولوا لك الله ينور عليكي. وتعالي نعملها سوا. يلا حبايبي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله جايبة معاكم فرخة هنعملها مع بعض. الفرخة دي 2 كيلو ونص. هنسمي بسم الله ونقول ايدك يا ربي معانا. انا عندي فريك حطاه في التلاجة، كنت عاملاه ومخزناه. ان شاء الله هنخزنه مع بعض، اعمل لكم فيديو منه. بصوا حبايبي اهو، الفريك اهو مخزناه. بعمل بالطلب على قد الفرخة، فرختين على حسب الطلب اللي انا عايزاه. بصوا مطلعاه ومجمد اهو. ما تخافوش، الفريك لا بيعجن ولا بيطرى ولا بيشرب ميه كتير من التلاجة ولا اي حاجه. الا بالعكس، بتحطيه على النار بتنشطيه وبيبقى مفلفل وريحته اكني فريش. بالامانه فريش خالص، بيبقى ريحته حلوه خالص وطعمه احلى. بصوا اهو، هحط عليه معلقتين سمنه، وبعد المعلقتين سمنه هنحطه على النار، نحط الحاجه بتاعته واقول لكم هنعمل ايه. بصوا حبايبي اهو، بعد ما حطيته على النار هنشوحه. لازم ننشطه على النار حتى لو انت لسه مطلعاه، وتحطي التوابل بتاعته. ولو حبيتي تحطي مرقه ماشي، تحطي فلفل اسمر، جميع التوابل بقى اللي انت حابه تحطيها. انا حطيت التوابل اللي عندي اهو. بصي بفككه ازاي من على النار. شايفين بقى لونه غير ازاي اهو. بشوحه واروح عاملاه. بصوا الواحده وحدتها ازاي. افضلوا شوحوا فيه كتير لحد ما يبصوا يفلفل خالص خالص زي الرز. شايفينه اهو. وهتجيبي بقى معلقه فلفل ومعلقه ملح ابيض وتقلبيهم على بعض، ادهني بيهم الفرخ. يا لو على جمالها بامانه، هتوصلك حته تانية وطعم تاني. والفرخه من جوه هتبقى حقيقه قوي وتبقى طعمها جميل. بصي قلبيها شمال يمين من كل النواحي. ماشي يا حبيبتي اهو. وقلبي اللي اعملي الجناح كده، قلبيه لورا عشان ما يتحرقش منك لما تسويه وتدخليه الفرن. اهو يا حبايبي اهو، شايفينه اهو. بعد كده اهوت هتجيبيها تفتحيها. خلاص احنا دهناها بالفلفل الاسود والملح الابيض. هتجيبي بقى الفريك. الفريك زي ما يكون لسه عاملاه فريش. انتي بصي عليه وهتدوقي طعمه جميل، وتكوني مظبطه الملح بتاعه وكل حاجه. عبي بقى. اول ما تعبي الفرخه، الفراخ البيضه ما تعباش قوي عشان ما بتبقاش نيه من جوه. وبعد كده اهوت اهو، تعرفي تضفريها ضفريها يعني كتفيها باللغه البلدي. مش هتعرفي، هاتي سلاكه سهله عليكي يا بنوته وتروحي عاملاها على طول. شايفه السلاكه؟ في ثواني، ومش هتفتح معاكي ولا اي حاجه خالص اهو. بس زي ما قلت لكم الفراخ البيضه ما تحشيهاش قوي عشان ما تبقاش نيه. ماشي. وهقول لك وانت بتسوي تعملي ايه. في كام تكه كده تروحي عاملاها وانت بتسويها، هتطلعي الفرخه زي العسل. بعد ما تخلصيها بالسلاكه بتاعتها هقول لك هنعمل ايه دلوقتي تاني اهو. بس اهم حاجه تبتي عليها بالسلاكه عشان ما تفكش منك. عادي علبه سلاكه حطيها جنبك وافضلي اهو. بصي مقفلاها زينا اهو، وبعيد عليها تاني. وبعد ما تستوي ده كله هتروحي شداه اهو. شايفينه اهو. بصي مقفوله ازاي حبيبتي اهو. عند الزور بقى هتمسكيه تروحي محشياه زي الممبار. احنا بنحب نحشيه عشان العيال بتحبه قوي اهو. والزور جواه كمان. عايزه تقطعي الزور مش عارفه تحشيها، عادي طلعيها، يعني اقلبيها لجوه. طلعي الزور اقطعيه واحشيه. لكن لو انت عارفه زي ما انا بعمل كده، احشيها على الزور عادي. وبرده اعمليها بالسلاكه اهو. لا تعملي ابره وخيط ولا تربطيها ولا اي حاجه. شايفين ايديا اهو يا حبايبي. عايزينك بتسرجي اهو. ايه رايك؟ بس ولا اي حاجه ولا حبايه هتنزل منها ان شاء الله. والباقي الفريك ده ما ترميهوش، هقولك تعملي بيه ايه. بصوا اهو، هتجيبي حله حطي فيها معلقتين سمنه. ماشي يا حبيبتي. وتحطي فيها معلقه ليا او دهن او اي حاجه عندك عشان بتطعمها. بس عشان انت ايه دلوقتي هتعملي تقليه، لازم طعامي يا اما معلقه ليا يا اما معلقه دهن صغير بس ما تكتريش. وتجيبي بصلايه ماشي وتخرطيها مكعبات صغيره وتقلبيها. وبعدها تجيبي راس توم تدقيها، يعني معلقه توم اهي. انا دقه معلقه يعني راس توم يعني، وتحطي فيها المعلقه اهي وتحمريهم على بعض. انا بحب الاتنين دول، بديتي طعم حلو قوي 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 للاكل. ماشي. وعندي الطماطم اهي طحناها في الخلاط ومجهزاها. ماشي. وما تنسيش زي ما قلت لك، يا تحطي حته بنجرايه يا معلقه سكر، حاجه من الاتنين عشان ما تعملش حرقان
اهو بعد ما البصل يدوبك ذهبي كده، وتروحي عامله الطماطم عليها. بصي زي الطماطم قد ايه، انا بحب احط كتير. معلقه ملح، وتحطي معلقه فلفل، وتحطي التوابل اللي انت عايزه تحطيها. هجيب لك باقي التوابل، ودي شوربه زوديها بقى، زوديها عشان احنا هقولك هنحط فيها ايه دلوقتي. الشوربه دي كانت عندي في التلاجة، يعني لما يكون عندك شوربه ما ترميهاش خساره، اغليها وبرديها وحطيها على شبكه التلاجة. دي كانت عندي عشان ست البيت توفر. صدقوني انا بعمل لكم توفير جامد. دي مكعب ماجي ومعلقه فلفل ومعلقه ملح ابيض، والتوابل اللي عندك اللي انت عايزه تحطيه حطيه حبيبتي. بصي انا حطيته كله على بعض اهو. هتغلي غلوه واقول لك هنعمل ايه. بصي بعد ما غلت الفرخه جنبي هتسقطيها فيها. طب يا ميسة هنسوي في الصلصه؟ الاكله دي هتدعي لي عليها بصراحه. اهو يا حبيبتي، وطعمها والصلصه بتاعتها هتبقى جنه جنه. بامانه بامانه تبقى احلى من بصي من اللحمه البلدي. اهي احنا هنسيبها دلوقتي الفراخ تستوي واقول لك نعمل ايه. بصي يا حبيبتي، بعد ما غلت الفرخه لازم تقلبيها بقى على الجنبين. جيبي شوكه اهي، النقطه اللي بقولك عليها دي كام تكه كده، تغرزي الفرخه بتاعتها تشكيها في يعني مثلا في الوراك بتاعتها في صدرها في الحتت التخينه، عشان ما يبقاش فيها دم، عشان ما تنسيش انتي حشياها. اهو بصوا في الوراك، في الظهر، في سلسله الظهر دي الاماكن التخينه كده بتطلعي وتدخلي فيها البخار بتاعها عشان تستوي، مره على جنبها ومره على ظهرها. طلعت كيس فاصوليا خضراء من اللي انا مخزناه معاكم، واقول لكم هنعمل بيه ايه. فضيته اهو في الحله، بصوا التلج بتاعه ماشي اهو، شايفين التلج اهو، خضره جميله. الصلصه دي بتاعت الفراخ، يا لو على جمالها وطعمها. تاخدي منها بقى، انت مش هتعملي تقليه تاني، اي نوع خضار انت عايزاه حطيه. انا كان عندي الفاصوليا حطيتها، بصوا وتبصوا على خضارها وتزودوا الشوربه اللي انا قلت لكم عليها زي ما فهمتكم. بصوا بقى على خضار الفاصوليا وطعم الصلصه مطرح الفراخ. والفراخ لما بتستوي في الصلصه صدقوني اللحمه بتاعتها بتشرب من الصلصه بتاعتها، بتبقى جميله جميله خالص. اهو هحط بقى مكعب وزودتها شوربه زي ما قلت لكم، وهسيب الفاصوليا تستوي. حطي بقى التوابل بتاعتها اللي هو ملح ومرقه. اهو يا حبايبي طلعت الفرخه بعد ما استوت في الصلصه، حطيتها تحت الشوايه خدت لون ماشي. حطيت تحتها الفريك اللي هو زاد، اوعوا ترموه. ودي الصلصه اللي زادت برضو اوعوا ترموها. بص انا بوفر لكم اكل كتير، وعملت جنبها شويه رز، وكان عندي مخلل في التلاجة. الفرخه عايزاكم تعملوها بالطريقه دي وتدعوا لي. بصوا الفاصوليا بقى خضره ازاي، جميله جميله جميله. كل اللي اقوله لكم بالف هنا وشفا ليكم ولينا. ما تنسوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من ميسة، وهتوفر معاكم. وما تنسوش بقى اعملوا شير واعملوا لايك. بالسلامه.